السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هناخد طبعا chapter 1، يعني الفصل الأول من the story، القصة. قصة تالتة إعدادي النهاردة إن شاء الله هنبدأ في أول chapter، يعني أول فصل. هنبدأ ناخد الشخصيات، الكلمات المهمة، الأحداث المهمة اللي هتدور عليها القصة. عندي the story the school garden project، يعني مشروع الحديقة المدرسية. هنبدأ نقلب الصفحة مع بعض. طبعا كبداية كده هنبدأ نقرأ الكاركتر، الشخصيات. طبعا بداية كده طبعا هناخد الكاركتر يعني الشخصيات. طبعا عندي أول شخصية معانا هي زينة. أول شخصية معانا هي شخصية زينة، وبعدين عندي نانسي، وبعدين أمل، وبعدين مس هدى. يبقى عندي 4 characters، يعني 4 شخصيات: زينة، نانسي، أمل، هدى. طيب بعدين هنبدأ نشرح كل شخصية عشان نعرف كل شخصية، وصف كل شخصية. عندي نمبر 1 طبعا هنبدأ نشرح زينة. she is a curious new student، يعني هي تلميذة جديدة فضولية، بتحب الفضول، بتحب الشغف. she took the initiative to create a garden to make a playground، وهي صاحبة المبادرة أو صاحبة الفكرة إن احنا نعمل جاردن، حديقة جميلة، عشان تخلي البلاي جراوند يعني حوش المدرسة أو ملعب المدرسة جميل. طيب ثالث نقطة she helped make a plan and share ideas، هي بتساعد إن احنا نعمل خطط وكمان نعمل ideas. طيب عندي زينة stayed positive، زينة بتظل دائما شخص إيجابي when problems appeared، لما تظهر المشكلات هي بتفكر بشكل إيجابي. she felt proud when her idea become reality، وكمان بتشعر بالفخر جدا لما تتحقق الأفكار بتاعتها تتحقق. طيب تاني شخصية معايا نانسي she becomes زينة first friend، هي أول صديقة لزينة. هي مين؟ طبعا هي نانسي. نبقى نركز في الحتة دي، نانسي هي أول صديقة أو first friend for زينة. طيب عندي تاني نقطة she supported زينة ideas and helped organize the ground، هي بتدعم أفكار زينة كلها وكمان ساعدت في organize the group، في تنظيم المجموعة. نمبر 3 she cooperated، هي cooperated يعني تعاونت with everyone used tools and helped prepare the soil. طيب the soil with everyone تعاونت مع الجميع، used tools وبتستخدم الأدوات and helped prepare the soil وبتساعد في تجهيز السويل يعني التربة. آخر نقطة عندي بالنسبة لنانسي the project helped her discover a passion for agriculture، البروجكت أو المشروع ده أو المبادرة دي ساعدتها إنها تستكشف شغفها لأجريكالتشر، طبعا يا تالتة إعدادي يعني الزراعة. ثالث شخصية معايا طبعا هي شخصية أمل. she wasn't confident at first، ما كانتش واثقة في نفسها في الأول. confident طبعا يعني واثق من نفسه. she felt disappointed، وبتشعر دائما بالإحباط. disappointed يعني الإحباط. يبقى هي she felt disappointed، بتشعر بالإحباط when faced with challenges، لما بتواجه التحديات. challenges يعني تحديات. she worked harder and become determined، بدأت إنها تشتغل harder يعني بجد أكثر and become determined، وأصبحت شخص مصمم على أو شخص عنده عزيمة وإصرار. النقطة الأخيرة بخصوص شخصية أمل she learned that determination lead to success، دي أهم حاجة طبعا لازم نتعلمها أو لازم تتعلموها. إن هي تعلمت إن determination يعني الإصرار بيعمل إيه؟ الإصرار lead to يعني يؤدي
إلى success طبعا النجاح، يبقى الإصرار بيؤدي إلى النجاح. ده كده شخصية أمل. آخر شخصية معايا هي شخصية مس هدى. مس هدى teaches biology. مس هدى طبعا بتدرس مادة البيولوجي يعني مادة الأحياء، وهي جزء من الساينس يعني العلوم. She encouraged students to care for the environment. بتشجع دايما التلاميذ إنها care for يعني يعتنوا به، environment يعني البيئة. She guided the student and respect their opinions. هي بترشد أو تقوم بإرشاد التلاميذ وكمان بتحترم their opinions يعني آرائهم. She supported أمل and reminded the team not to give up. دايما كانت support يعني تدعم مين؟ بتدعم أمل and reminded وبتذكرهم دايما the team not to give up. طبعا كلمة give up أن لا يستسلموا، كلمة give up يعني يستسلم، not to يعني أن لا، give up يستسلموا، يبقى كلمة give up يعني يستسلم. طيب الجزء الثاني طبعا من الستوري بيقول لي the setting عندنا في القصة يعني بيعبر عن المكان وعن الزمان. عندي place المكان، a preparatory school يعني المدرسة الإعدادية، يبقى مكانها فين القصة دي؟ في المدرسة الإعدادية. the empty school playground وكمان عن فناء المدرسة الامبتي يعني الفارغ اللي مفيهوش حاجة. طيب التايم الوقت، over the course of one school year بعد طبعا over the course of one school year بعد سنة، بعد ما تنتهي طبعا سنة أو السنة الدراسية. طيب هنبدأ بقى ناخد شابتر 2 شابتر 1. شابتر 1 هناخد طبعا الفوكابيولاري يعني الكلمات الخاصة بيه. شابتر 1 عندي له عنوانه اسمه A New Challenge. مين يقدر يترجم لي؟ A New Challenge يعني تحدي جديد، تحدي. يبقى شابتر 1 بعنوان تحدي جديد. طيب هنبدأ نقرأ الكلمات مع بعض. depressing يعني محبط أو كئيب. depressing. honesty طبعا والاتش silent يعني ما بننطقهاش، بننطق من أول الأو. honesty يعني الأمانة. honesty. school playground طبعا يا تالتة إعدادي زي ما أنا معوداكم تقسموا الكلمات الطويلة عشان نحفظها شفوي ونحفظها كمان كتابة تبقى سهلة جدا علينا. يعني كلمة depression هقسمها أدي مقطع rushing يعني محبط depressing. honesty يعني الأمانة هنجزئها honesty. school playground هنقسمها عشان تبقى الكلمة سهلة. school playground يعني فناء المدرسة. bring together يعني يجمع bring together. worth يعني يستحق worth. empty فارغ أو خالي empty. concrete يعني خرسانة concrete. trash قمامة trash. care عناية care. bench المقعد الثابت، المقعد اللي ما بيتحركش bench. surprised يعني مندهش surprised. imagine يعني يتخيل imagine. mind يعني عقل mind. benefits يعني فوائد benefits. هنقرأ الكلمات سريعا كده. depressing honesty school playground. هنقرأهم سريعا مع بعض. depressing honesty school playground bring together worth empty concrete trash care bench surprised imagine mind benefits.
دي كده الكلمات اللي انتم مطالبين تحفظوها. طبعا انا بالنسبة لي بخلي تلاميذي يحفظوا كل الكلمات اللي موجودة في الدرس. طبعا هنقرأ هنا السينونيم والانتونيمز. عندي كلمة challenge يعني تحدي، بتساوي كلمة difficulty أو hardship يعني شيء صعب أو بصعوبة، والعكس ease أو solution يعني سهولة أو حل. curious فضولي بتساوي interested، والعكس uninterested أو bored. honest أمين بتساوي reliable أو trustful، والعكس dishonest يعني غير أمين. proud يعني شخص فخور بتساوي confident يعني واثق من نفسه أو pleased مسرور، والعكس ashamed يشعر بالخجل. depressing محبط بتساوي gloomy برضو يعني محبط، والعكس cheerful يعني شيء مبهج. هنقرأ طبعا definitions يعني التعريفات. عندي أول كلمة depressing طبعا معناها محبط أو كئيب. هنا بيقول لي something that make you feel sad شيء بيجعلك تشعر بالساد بالحزن. honest يعني شخص أمين. always telling the truth دائما بيقول الحقيقة. truth يعني إيه؟ يعني الحقيقة. proud يعني شخص فخور. feeling good about success إنه هو شعور لديه شعور بالنجاح. worth it يعني يستحقه. good enough to deserve برضو يعني يستحقه، هي الكلمة الأكثر شهرة من worth it. yes يستحق. يبقى worth it معناها deserve يعني يستحق. the time effort and the money الوقت والجهد والمال. هنبدأ نقلب الصفحة. عندي طبعا هنا بعض الأسئلة اللي هنبدأ نحلها مع بعض من خلال فهمنا للفوكابيولاري. نمبر 1 when something is not it makes you feel sad لما شيء بيكون عامل لك بيخليك تشعر بالحزن يبقى شيء depressing يعني شيء محبط. نمبر 2 the word honest and trustful are كلمة honest أمين و trustful يعني يثق فيه. بينتهم بين بعضهم opposites مضادات، ولا synonyms مفردات طبعا هي مفردات لنفس الكلمة، ولا antonyms بتساوي opposites يعني عكس بعض، أو different اختلاف. طبعا الكلمة الصح أو الاختيار الصح هي synonym يعني الاتنين بتساوي بعض. نمبر 3 the word not is the antonym of solution طبعا هي عكس كلمة solution يعني حل، عكسها طبعا challenge يعني تحدي. he is very not he always tells the truth. he is very honest. طبعا يعني أمين. هنبدأ بقى هنا بيقول لي chapter 1 main points through the exam يعني الفصل فيه نقاط هامة. هيلخصوا لي يعني تعتبر تلخيص للتشابتر كله، أو كمان يتبعها الأسئلة الأكثر شيوعا في الامتحان. طبعا ده الجزء ده هنقرأه آخر بعد ما نقرأ التشابتر. ليه؟ عشان من خلال فهمنا للتشابتر 1 على أساسه هنبدأ نلخص التشابتر أو الفصل ده. عندي المين بوينتس يعني النقاط الرئيسية، وثرو ذا إكزام بتجيني إزاي على شكل سؤال في الامتحان. هنقرأ الأول تشابتر 1 وبعدين هنبدأ ناخد الأسئلة اللي عليه. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. text of chapter 1 هو النص بقى بتاع chapter 1. a new challenge تحدي جديد. زينة was a new student at a preparatory school. زينة هي تلميذة جديدة في المدرسة الإعدادية. she was always curious and liked to notice everything around. هي دائما هي دائما فضولية، وكمان بتحب إنها تلاحظ أي شيء حواليها. around here. on her first day في يومها الأول في المدرسة
She looked around the school playground. بدأت تبص أو تلتفت حوالين playground يعني ملعب المدرسة. It was large but empty. ولاحظت إن هو كان كبير جدا ولكن empty فارغ. And grey ولونه كمان grey كده شاحب. The ground was all concrete. والأرض كانت كلها خرسانة يعني ناشفة. طيب and there was just a few old benches. وكان فيه بعض المقاعد الخشبية القديمة. Student throw their trash on the ground. والتلاميذ كمان كان بيرموا التراش اللي هي القمامة on the ground على الأرض. And no one seemed to care. ولا حد كان مهتم. This place could be so much better. هذا المكان من الممكن إنه يكون أفضل من كده. زينة زينة فكرت وقالت كده. She had an idea. وخطرت عليها فكرة. But she didn't know if anyone would listen to a new student. ولكن اعتقدت إن ما فيش أي حد هيستمع لطالب جديد. At lunch في وقت الغداء she sat with her new friend Nancy. قعدت مع صديقتها الجديدة نانسي who was kind and always honest. اللي كانت عطوفة ودائما honest يعني أمينة. But how she felt. ولكن كيف شعرت. قالت لها I don't like this area. أنا ما بحبش هذه المنطقة. نانسي said it is a little depressing. إنها إلى حد ما depressing يعني محبطة. What if we change it. زينة asked. زينة قالت لها طب فيها إيه مثلا لو غيرناها. What if we planted a garden. ما يلا بينا أو يلا نزرع حديقة. نانسي looked surprised. نانسي طبعا تفاجأت. A garden قالت لها حديقة. Do you know how to grow plants. انتي عارفة ازاي النباتات بتتزرع. Not really. زينة said مش قوي. زينة قالت لها showing honesty معبرة طبعا عن الصراحة. But I want to learn. ولكن أنا عايزة learn أتعلم. We could learn together. إحنا ممكن نتعلم مع بعض. The idea stayed in Zina's mind all day. بدأت الفكرة طول النهار في عقل زينة. She imagined بدأت تتخيل student eating lunch among flowers, plants and maybe even vegetables. وبدأت تتخيل إن الأطفال أو التلاميذ بيأكلوا اللانش الغداء ما بين الفلاورز اللي هي الزهور والبلانتس النباتات وكمان ممكن نكون زارعين vegetables يعني خضروات. She imagined student being proud of the place. وكمان بدأت إن هي تتخيل إن التلاميذ كمان being proud كانوا فخورين بهذا المكان. She knew the idea wasn't easy. هي عرفت إن الفكرة مش سهلة. It would need time, hard work, help and even money maybe. قالت إن الفكرة كمان محتاجة التايم الوقت hard work العمل الصعب أو الشاق help المساعدة and even money maybe وممكن كمان المال. But something inside here said it was worth it. ولكن شيء ما بداخلها قال لها إنها تستحق ذلك. طيب maybe just maybe this garden could be more than just a place. It could be a way to bring the school together. بيقولوا ربما هذه الحديقة مش هتكون بس أكثر من مكان ولكن هي هتجمع المدرسة كلها معا. طبعا انتوا لاحظتوا ان على الجانب الأيمن كده من الصورة ان فيه الأسئلة. طبعا على كل جزء قرأناه فيه سؤال إجابته موجودة في الجزء ده. على سبيل المثال what kind of student was زينة. زينة كانت أي نوع من التلاميذ. طبعا هي كانت curious that liked to notice everything around. هي شخص كان فضولي وبحب يلاحظ كل شيء. طيب الفقرة الثانية what was wrong with the school playground. إيه المشكلة اللي كانت في البلاي جراوند في الحوش بتاع المدرسة.
طبعا دي إجابتها. it was large but empty and grey. كان كبير جدا ولكن كان فارغ. نمبر 3 who was Nancy. وصف لي مين هي نانسي. قلنا was she was kind and always honest. هي شخص عطوف ودايما بيقول الصراحة. على الفقرة دي أو السؤال الرابع what did زينة imagine. زينة بقت تتخيل إيه. imagine قلنا قرأناها في الكلمات يعني يتخيل. imagine هي تخيلت إيه. طبعا هنا she imagined students eating lunch اللي هو إن هي تخيلت إن التلاميذ بيأكلوا الغداء بين الفلاورز والبلانتس and even maybe vegetables وكمان حتى الخضروات. نمبر 5 والسؤال الأخير معانا what did زينة think about the garden project. طب زينة اعتقدت إيه عن الجاردن بروجكت. كان اعتقادها إيه. she knew the idea wasn't easy اللي هي كانت معتقدة إن الفكرة مش هتكون سهلة. it would need time hard work help and even money maybe إن هي محتاجة التايم الوقت والعمل الجاد والمساعدة وكمان المال. وبكده نكون خلصنا يا سنة تالتة طبعا شابتر 1. هنقلب دلوقتي الصفحة ونحل عليه. طبعا بتمنى إذا عجبكم الشرح تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو عشان نوصل لأكبر عدد مشتركين لأن احنا لسه قناتنا بتكبر بيكم. عايزة القناة إن شاء الله تكبر بيكم. اشتركوا في القناة واقترحوها على زمايلكم واعملوا لايك للفيديو إن شاء الله عشان نستمر. نقلب الصفحة مع بعض. صفحة 296 عبارة عن choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا عبارة عن بعض الأسئلة اللي تشوز اللي هي الاختياري وهو حللها لي عشان يدربني. نمبر 1 بيقول لي زينة was always. زينة كانت دائما إيه. طبعا curious شخص إيه فضولي would like notice everything around. نمبر 2 زينة wanted to create زينة كانت عايزة إيه تعمل إيه garden حديقة. نمبر 3 at the playground the ground was all في البلاي جراوند الملعب كانت الأرض إيه كونكريت خرسانية يعني صلبة. نانسي was kind and always. طب نانسي بقى كانت kind always إيه always honest دائما بتقول الأمانة أو دائما صريحة. طيب نمبر 5 نانسي thought that the playground was little. من وجهة نظر نانسي إنه البلاي جراوند كان إيه كان depressing حاجة محبطة. طيب نمبر 6 زينة imagined the student eating lunch among flowers. طبعا ما بين كانوا تخيلت إن التلاميذ هيتناولوا الغداء ما بين الفلاورز. نمبر 7 student throw trash on the. كانوا بيرموا القمامة على إيه الستودنت طبعا على الجراوند يعني الأرض. نمبر 8 زينة knew her idea of making garden wasn't. زينة عرفت إن فكرة إن هي تعمل garden حديقة ما كانتش easy ما كانتش سهلة. طيب زينة believed that the garden could bring the. إن هي ممكن تعمل إيه للمدرسة together. طبعا school together هتجمع المدرسة معا. الجزء الثاني أو الجزء اللي تحت ده عبارة عن سؤال وإجابته. طبعا لازم تحفظوهم يا تالتة إعدادي. ليه؟ لأن ممكن يقول لي سؤال وأنا مش عارف إجابته فبعرف السؤال ده إجابته إيه. على سبيل المثال عندي رقم 1 why did زينة. why طبعا مش معنى إن أنا في تالتة إعدادي مش عارف. طبعا why معناها لماذا. أعرف على طول كلمات الاستفهام معناهم إيه. Why did زينة feel sad when she saw the playground. ليه زينة شعرت بالحزن لما لقيت الجراوند. طبعا because the student threw their trash on the ground لأن التلاميذ كانوا بيرموا القمامة في الجراوند على الأرض. Number 2 why wasn't زينة sure that anyone would listen to her. ليه زينة اعتقدت إن مفيش حد هيسمع ليها because she was a new student at school لأنها كانت تلميذة جديدة في المدرسة. Number 3 what was زينة idea to improve the playground. طب إيه كانت فكرتها عشان تحسن من الملعب ده. to make a school garden إن هي تعمل حديقة مدرسية. Number 4 who did زينة share idea with the first. مين أول شخص قالت له زينة عن فكرتها.
طبعا with her friend نانسي، هي صديقتها نانسي. هننتقل للصفحة اللي بعد كده. What did Nancy think of the garden idea؟ طب نانسي كان إيه رأيها لما قالت لها الفكرة؟ She looked surprised، تفاجأت. But she thought that the idea was great، ولكن اعتقدت إن الفكرة جميلة. طيب critical thinking question and suggested answer، هي أسئلة التفكير النقدي وإجابات مقترحة عليها. يعني إيه بقى؟ يعني بقول لي why do you think زينة wanted to improve the playground؟ من وجهة نظرك كده قول لي بقى زينة كانت عايزة تحسن الملعب ليه؟ to make it beautiful and bring the school together، عشان تخليه جميل وتجمع المدرسة معا. Number 2 what are some small actions students can take to improve their school environment؟ إيه الحاجات البسيطة اللي ممكن التلاميذ يعملوها عشان يحسنوا من بيئة المدرسة؟ They can stop throwing trash، أول حاجة لازم إن احنا ما نرميش طبعا الورق في الجراوند على الأرض. The plant some trees، ونزرع بعض الأشجار. طيب هنا عندي المعاصر exercise، يعني تدريبات المعاصر. open ended question and their answer، طبعا أسئلة مقالية معك مفتوحة وبإجابتها الإيه النموذجية. who was Nancy؟ من كانت نانسي؟ طبعا she was زينة friend who was kind and honest، يعني هي صديقة زينة اللي كانت عطوفة وأمينة. عندي what did زينة imagine all day؟ كانت عمالة تفتكر وتتخيل إيه طول النهار زينة. she imagined student eating lunch among flowers and plants، يعني هي بتتخيل إن التلاميذ بيأكلوا الغداء ما بين الفلاورز الزهور والنباتات. how did Nancy feel about the playground؟ طب نانسي كان إيه رد فعلها عن playground؟ she felt was a little depressing. it was a little depressing، يعني من وجهة نظر نانسي إن هو كان حاجة depressing محبطة جدا. did زينة know how to grow plants؟ هل زينة كانت تعرف إن هي إزاي تزرع نباتات؟ طبعا no but she said she could learn، ولكن قالت إن هي هتتعلم. what did زينة believe about the idea؟ طب زينة كانت من وجهة نظرها هل هي أهمنت بالفكرة؟ طبعا she believed it was worth it، كانت تؤمن بأنها تستحق العناء. الجزء الثاني طبعا critical thinking، يعني أسئلة تفكير نقدي. what is important to have a friend who are honest؟ إيه أهمية إن احنا يكون عندنا شخص أو صديق honest أمين؟ بقول لي because honest friend will tell you the truth، الأصدقاء الأمينين طبعا هيقولوا لنا دايما الصراحة، محدش هيجي يكذب علينا أو ينافق. which helps you see things clearly and make better decisions، وبيخليك تشوف الأشياء بوضوح. clearly يعني إيه بوضوح and make better decisions، وتأخذ قرارات كمان أفضل. number 2 why it is important to be honest like Nancy؟ ليه من المهم إن احنا نكون honest، يعني إيه أمينين مثل نانسي؟ because being honest، لأن كونك شخص أمين helps others trust you، بيجعلوا الناس طبعا تثق فيك and share ideas with you، كمان بيشاركوا الأفكار معك. do you think زينة ideas was a good one؟ هل أنت بتعتقد إن أفكار زينة كانت جيدة؟ why وليه؟ قال لي yes، أيوة هي جيدة because it could bring students together and make the school more beautiful، لأنها هتجمع التلاميذ مع بعض وهتخلي المدرسة مكان جميل. هنتنقل هنا طبعا على طول للصفحة اللي بعد كده، وهي صفحة الحل الخاص ب chapter 1. عندي طبعا موديل 1 موديل 2 موديل 3. هنبدأ بنمبر 1. The playground was empty and البلاي جراوند كان فاضي أو فارغ وإيه وجراي شاحب كده اللون. نمبر 2 on زين's first day of school she looked around كانت بتبص حوالين إيه البلاي جراوند الإيه الملعب. نمبر 3 نانسي thought the gray playground was little، من وجهة نظر نانسي طبعا إن هو كان depressing يعني محبط.
Zina suggested that she and Nancy could not how to plant together. could learn إن هم ممكن يتعلموا إزاي هم يزرعوا مع بعض. Why wasn't Zina sure that anyone would listen to her? ليه زينة كانت بتعتقد إن محدش هيستمعها؟ because she was a new student. She was a new student لأنها كانت تلميذة إيه جديدة. طيب number 2 what did Nancy think of garden idea؟ هي اعتقدت إيه نانسي عن الإيه عن الجاردن idea؟ بتقول لي طبعا هي اللي فوق بالظبط. Nancy thought the playground was little depressing. هنكتبها كده كلها مع بعض هنا. عندي نموذج نمبر 2 زينة felt sad when she saw school student throw. زينة شعرت بالحزن لما كانوا التلاميذ بيرموا طبعا التراش القمامة. نمبر 2 زينة had an idea to make the نقط better. كان عندها فكرة عشان تخلي أفضل طبعا البلاي جراوند. زينة is نقط زينة is in a نقط school. هي في مدرسة زينة طبعا preparatory يعني إعدادية. نانسي looked نقط when زينة told her. لما زينة قالت لنانسي الفكرة بتاعتها نانسي شعرت بإيه طبعا surprised كانت متفاجئة. Who did زينة sit with at lunch؟ زينة قعدت مع مين أثناء وقت الغداء؟ طبعا her friend نانسي يعني صديقتها مين؟ نانسي. her friend نانسي يعني صديقتها نانسي. نحط النقطة ونراعي علامات الترقيم. How do you think زين's ideas will succeed؟ من وجهة نظرك do you think إزاي فكرة دينا هتنجح إزاي من وجهة نظرك؟ طبعا اكتب اللي انت اتعلمته من خلال وجهة نظرك. ممكن تقول إيه مثلا إن فكرة زينة هتنجح think زين's ideas. How do you think زين's ideas will succeed؟ إنها تنجح إزاي؟ سوف تنجح إزاي فكرة زينة؟ طبعا لأنها هتعمل bring the school together يعني هتجمع المدرسة مع بعض and it will make وسوف تجعل the playground more beautiful أكثر جمالا. هننقل لموديل 3. The ground at the school was all. الأرضية بتاعتها كانت كونكريت طبعا خرسانية أو صلبة. زينة didn't know if anyone would listen to a new student. زينة اعتقدت إن ما فيش أي حد هيسمع لتلميذ جديد. Nancy was kind and نانسي كانت kind عطوفة و honest طبعا أمينة. زينة always shows. زينة دائما بتعبر عن أو بتوضح أو بتظهر الهونستي الأمانة. Who was زينة؟ مين هي زينة؟ طبعا زينة was a new student. ماشي أو إن هي كانت تلميذة جديدة. وكمان ممكن نضيف إن هي كانت صاحبة فكرة إن إحنا نعمل a new garden يعني حديقة جديدة. Why do you think زينة wanted to change the playground؟ ليه بتعتقد إن زينة كانت عايزة تغير البلاي جراوند؟ ليه؟ عشان it اللي هي مين؟ the playground it was يعني كانت empty يعني فارغة and وكمان جراي شاحبة كده ولونها مش حلو. وبكده نكون خلصنا chapter 1. بتمنى طبعا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وبتمنى طبعا أي حد عنده أي سؤال يكتبه لي في الكومنتات، وتعملوا متابعة للقناة ولايك للفيديو وتشيروا الفيديو إن شاء الله عشان نوصل لأكبر عدد من المشتركين. وانتظروني إن شاء الله في الفيديو القادم يا تالتة إعدادي، فيديو إن شاء الله خاص ب lesson 5 and 6 في unit 1 إن شاء الله بإذن الله. وكده نكون خلصنا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.